تقريبا كده تقترب. يا اخي انت لو تعرف انا مستنيك بقالي قد ايه في الزمالك، اقسم بالله بقالي بتاع 4 سنين نفسي اشوفك في الزمالك. اعتقد ان هي بتقرب قوي. احمد عبد القادر رافض ان هو يطلع اعاره ومتمسك بان هو ياخد عقده في ايده وهو ماشي. ليه بقى؟ ان بنسبه 99% احمد عبد القادر لاعبا في نادي الزمالك. انا والله مستني الصفقه دي بقالي 4 سنين. يعني احمد عبد القادر بجد هو لعيب شبه الزمالك، اللعيب الحريف المهاري اللي بيسجل، اللي دايما المهارة عنده رقم واحد، اللي هي كورته مش شبه كورة الاهلي خالص. دايما معروف عن الزمالك ان هو بقى الحرفنة وشيكابالا وحازم امام والناس اللي هي الحريفة، ومعروف عن الاهلي دايما اللي هو ايه الكرة الجماعية. مفيش اللي ايه اللعيب اللي دايما بيكون حريف في الاهلي ملوش مستقبل مع الاهلي، انت عايز هناك الكرة الجماعية. زي مثلا حسين ياسر المحمدي كده، ما نجحش مع الاهلي وكسر الدنيا مع الزمالك. فبالنسبة لي احمد عبد القادر هو النسخة التانية من حسين ياسر المحمدي، اللي يا رب الصفقة تخلص واحمد عبد القادر يقدر يخلص نفسه من الاهلي، عشان انا واثق انه لو خلص نفسه من الاهلي بنسبة 99% هيكون موجود مع الزمالك. في اخبار كتير نزلت ان الزمالك اصلا من فترة بيخلص مع احمد عبد القادر، وان اللعيب موافق ومرحب. بجد اتمنى ان لعيب زي احمد عبد القادر ده يكون موجود في الزمالك، لان هو شبه الزمالك بكرة الزمالك، وواثق ان هو ينجح معانا باذن الله. فمنتظرينك يا عبد القادر في نادي الزمالك.